إن دماءك لن تذهب سدى، كما كل دماء هؤلاء الشهداء الأبرار. سينتهي هذا الحصار بعز عزيز أو بذل ذليل. لن يتوقف هذا الشلال البشري الهادر إلا وقد انتهى هذا الحصار. لن يتوقف هذا الزحف الهادر إلا أن تنتهي هذه المأساة. هذا قرارنا وقرار شعبنا وفصائلنا الوطنية المقاومة. ثم هذا الدم القاني يخوض معركة على جبهة أخرى، جبهة حق العودة، الذي يتعرض إلى مؤامرة غير مسبوقة من خلال ما يسمى بصفقة القرن، من خلال تصفية الأونروا، من خلال تجفيف المنابع للدعم المالي عن اللاجئين المشردين من أبناء شعبنا في داخل الأرض المحتلة وفي خارجها، من خلال محاولات بعض العابثين أن يعيد تسمية وتوصيف اللاجئ الفلسطيني ليختزل عدد 5 أو 6 ملايين لاجئ، أن يختزلهم ب500,000 لاجئ. إن أحمد رحمه الله بدمه القاني الزكي يقول لا لكل الذين يريدون تصفية حق العودة، وهو الذي يخرج من أزقة هذا المخيم ومن شوارعه ليؤكد شمالاً بأن فلسطين كل فلسطين، وأن الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في فلسطين وفي القدس وفي الأقصى.